السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. تعال نعمل مع بعض الفراخ المقرمشة أو فراخ كنتاكي بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. كل اللي أنا محتاجاه هتجيب الفراخ أو كمية الفراخ اللي انت هتستخدميها. طبعا أنا الفراخ اللي أنا بجيبها بصراحة بديها يعني أقل من نص سلقة، بتاخد 40% سلقة على النار. هنا عندي البهارات بتاعتي، عندي 7 بهارات، وعندي ملح، وعندي كاري، وعندي كركم، وعندي كمون، وعندي توم باودر وبصل باودر. دي البهارات بتاعتي. وعندك بهارات فراخ برضو بتتحط. وعندي مية بصل وتوم مفروم، وعندي ليمون. نزلت بالبهارات بتاعتي كلها على الفراخ بتاعتي دي. انا قلت انا سلقاها على النار يعني حوالي 40%، واخدة اقل من نص سلقة. انا بحب اسلقها عشان ما اتاكد تماما ان هي هتستوي مني، وعشان ما بحبش الفراخ تبقى شادة شوية. وعندي هنا الصويا صوص او باربيكيو المتوفر عندك، او الاتنين ممكن يتضافوا بيدونا طعم جميل. اهو بالشكل ده. وهغلفهم كويس، وهي هحطهم في مكان مدة ساعتين كده. هغلفهم واسيبهم ساعتين في التتبيلة دي. بعد الساعتين هرجع. هيكون عندي دقيق، هستخدم دقيق ومية وبيضاية او اتنين، يعني بيضة واحدة او اتنين على حسب الكمية اللي عندك. طبعا انا حطيت مج دقيق بس، هرجع هحط مج تاني بعد شوية. هلقاه محتاجة، يبقى خدت مني مجين دقيق. وهحط من البهارات اللي انا حطيتها في الفراخ، هحط برضو بس كمية صغيرة عشان عندي الفراخ متبلة، بس عشان الدقيق يتبل معايا. هحط الدقيق بتاعي، وهحط بهاراتي، وهحط بضاية، وهحط نص مج او مج صغير بتاع قهوة زي كده ده زبادي. وهحط المية بتاعتي واخلط. طريقة سهلة جدا وبسيطة. اهو هحط المية بتاعتي، هحاول اعجنهم يعني واخليها عجينة سايلة زي عجينة الكريب. هعجن فيهم بالمضرب لغاية ما توصل القوام معايا زي عجينة الكريب بالظبط. يبقى هنا انا استخدمت بصراحة مجين دقيق مش مج واحد. رجعت تاني وحطيت مج دقيق تاني، هتشوفوه معايا برضو في الفيديو اهو. لقيت الكمية صغيرة يعني على الفراخ، رجعت حطيت مج دقيق. بعد ما خلصت الخليط بتاعي، نزلت بالفراخ بتاعتي فيه. ياخد له برضو ساعة كده في الخليط بتاعي واطلعه. ويكون هنا عندي دقيق انا متبلاه برضو بالتوابل بتاعتي اللي استخدمتها في الفراخ. وهنزل بالكمية بتاعتي هطلع الفراخ واحطها في الدقيق بالشكل ده. سهلة جدا. لو حابة تعمليها بفيجيتار، حابة تعمليها بقسماط، برضو هتبقى حلوة. بس هي برضو بالدقيق جميلة جدا، ليها طرق كتير وبتبقى مقرمشة وتحفة. اهو هعمل الكمية كلها معاكم. هنزل بيها في الفراخ، في الدقيق الفراخ هنزل بيها واطلع بالشكل ده. هخلص الكمية كلها وهرجع اهو. بعد ما خلصت كميتي يعني بقت بالشكل ده. عندي زيت سخن على النار، كنت حاطه الزيت على النار وهقليها في الزيت. بس النار تبقى متوسطة، ما تبقاش عالية ولا واطية جدا، لا تبقى متوسطة. حط الفراخ بتاعتي، مش بتاخد وقت اهو، عشان انا مدياها زي ما قلنا يعني حوالي 40% سلقة في النار في المية عادي بالتوابل. اهو بتطلع بالشكل ده، لونها تحفة وطعمها جميل جدا والله، ومقرمشة خالص يعني. القرمشة بتاعتها جميلة. عملت جنبيها مكرونة عادي سباكيتي، بس ولادي بيحبوها عليها صوص من فوق، فعملت لها صوص اللي هو صوص البشاميل الابيض عادي، وبحط عليها من فوق. وتعملي جنبيها شوية سلطة والطحينة طبعا وشوية مخلل، وبتبقى جميلة خالص اهو بالشكل ده. لو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.